على بركة الله. أهلا وسهلا بالمشاهدين أينما كنتم وارتحلتم وكيفما كنتم. اليوم بغيت نشارك معكم طريقة تحضير حوت السردين الصغير أو لانشوبة مع شلاضة مغربية على حقة وطريقة. غادي نبدا معكم طريقة التحضير من الطريقة الصحيحة أو الطرق الصحيحة لغسل هذا الحوت هذا وكيفاش نشرملوه. والسر في واحد الخلطة ديال الدقيق اللي كتعطي اللذة والمذاق والقرمشه لهذا الحوت هذا. ومن طبيعه الحال غادي نرافقوا هذا الحوت بواحد الشلاضه مغربيه اللي بسيطه لكن كتعطي المذاق واللذه وكتجي مع جميع الانواع ديال الحوت. فدخلوا عندي القناه، خليو لايك وتعليق واشتركوا وديروا لي بارطاج وديروا لي مشاهده كامله من الاول حتى الاخر. الله يجعلهم لكم رحمه لوالديكم، ميسره وتيسير لاموركم واستجابه لكل امانيكم واعانني